عسلامة، مرحبا بيكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفة سهلة برشا وصحية 100% اللي هي شامية من غير سكر، وفريمون ما فيها حتى حاجة غير صحية. والمقادير سهلين، وعملت بزوز أشكال هكايا دي ميني كوب وفي بوات. هوني عندي 4 مكونات. المكون الرئيسي هو السمسم الأبيض، الجلجلين الأبيض اللي أنا حمرته شوية ومن بعد رحيته. خديت أنا 500 جرام من البات متاع الجلجلين الأبيض، باش نزيد عليها 100 جرام من الفارين دافوان اللي الفلوكون دافوان، يعني رحاوة معاش بالعربي شنو ظهر لي النخالة. باش نزيد معاهم زيادة زوز مغارف كبار من العسل اللي باش نحليو بيه، و70 جرام من الحليب المجفف. هوني الجلجلين الابيض نأكد ملازمكمش تحمروه برشا على خاطر المنافع متاعو تتنحى. باش نخلط هونيا الفارينة والفارين دافوان متاعي والليون بودر مع الجلجلين الابيض المرحي، وفي الاخر باش نزيدهم مغرفتين كبار عسل. انا ديما هوني نقول لكم عسل، اما انا عندي الرجي للعسل دونك نستعمل في السيرو داغاف. من نتوما تنجموا تعملوا عسل ويجيكم القوام خير، خاطر السيرو داغاف جاري شويه بارابور للعسل، العسل القوام نتاعو ايبس شويه. نقعد نخلطهم مليح مليح. وتوا باش نكمل نزيد البقيه متاع الفارين دافوان، انا نزيد بشويه بشويه ونخليها تشرب باش هكيكا ما تغلبنيش وتجيني يابسه. مي المقادير اللي عطيتهم لكم صحاح، يعني ما تبدلوا فيهم حتى شيء. الفارين دافوان متاعي راني انا خديتها حاضره، جوست حمصتها شويه في القلايه، يعني سخنتها طيبتها شويه، خاطر الفلوكون دافوان ولا الافوان بصفه عامه ما تتاكلش نيه، ما تكون مضره شويه للمصارن. هكايا توا باش نزيد زوز مغارف كبار متاع بيستاش بودغ، انا نحبها بالبيستاش وانتوما تنجموا تزيدوا اي نوع متاع فيكيا تحبوا عليها. انا حبيت نعملها اليوم بالبيستاش، انتوما تنجموا تعملوا لوز، تعملوا خليط متاع فواكه جافه على ذوقكم. كلهم باهين وكلهم غنيين بالمعادن والفيتامينات والحكايات هذوكم الكل. خديت هوني المول متاعي غلفته بالبابيي، البابيي سيلوفان، وحطيت رشيت من اللوطه خاطر هذا باش يولي الوجه كي باش نقلب الشاميه متاعي. حطيت بيستاش كونكاسي، وكما توا باش تشوفوا راهي اون ديغي عجينه. باش نوريه لكم توا باش تشوفوها مليح. عجينه تكون طريه، ريتوها كيفاش تنجموا تعجنوها بيديكم. هذيا شامية يعني تاكل منها من غير ما هكا ضميرك يأنبك، سورتو في رمضان واحد كثر لها بالحلويات. مرسو صغير هكايا في السحور مع طرف مع شوية حليب مع ياغورتة والكل. تعطيكم الكالسيوم اللي حاجتكم بيه متاع نهارتها، ومن غير سكريات. يعني نحاولوا نقصوا فيما كيما نحبوا. وبيان سور اللي عندهم مرضى السكري ولا رياضيين وكل يحبوا الحاجات هذوما يكونوا 100% سان سكر. واخترت هوني الفارين دافوان على خاطر لانديس غليسيميك متاعها اقل برشا من الفارين البيضاء بيان سور. باش نجي هكايا نغطيها بالبابي سيلوفان، باش نزيد نستويها توا بكيس هكايا يكون مستوي من التحت، باش تجيني هكاكا الكلها مستويه ومرطوبه. انتم تنجموا تعملوا الشكل اللي تحبوا عليه، تحبوا تعملوها مدوره، تحبوا تعملوها في بوات كما انا عملت. والبوات هذيك تسكروها وتحطوها في الفريجيدير وتقعد لكم قد ما تحبوا طيلة شهر رمضان. دونك تجبدوا وتاكلوا وانتم عاملين جو في مخكم. حطيتها ليله كامله في الفريجيدير، وتوا باش نجبد كيما تشوفوا ساهل التنحيه متاعها خاطر ملفوفه البابي سيلوفان. زوج بس نقلب هكايا شويه فقط، يعني اسهل من هكا خفلف. يعني هذه سمية تعملوها في اقل من 10 دقائق. جست ممكن تتعطلوا في القدين متاع الجلجلين خاطر يلزموا يتقلى شويه، اللي هي مزروبه برشا وما تحبش تضيع برشا وقت نجم تاخذ طحينه جست تقرا من تالي اللي هي 100% ناتوريل، ما فيهاش اضافات، ما فيهاش سكر، ما فيهاش زيوت. فوالا انا هذا مش نقصها دي كوب كما وريتكم في اول الفيديو، دي كوب صغار هكا تنجموا حتى تقدموهم راهو في سهريه مع كويستي. علاش ليه وماهيش حلوه حتى ترف. وبيان سور انتم جربوا الوصفة إذا كان حسيتوها ناقصة حلاوة، يعني خاطر الماكلة سي ديغو، يعني كل واحد كيفاش يحب. تنجموا تزيدوا في الكمية متاع العسل. أنا هكايا عجبتني خفيفة وفي حقها، يعني تنجموا نتوما تزيدوا على كيفكم. خديت هون ياك لي كاسات الصغار وحطيتهم
هكا صافي هكا محليها خير ما كالشمية تبدا مفتفتة ونهزو فيها بالمغرفة وتبدا تطيح لنا. فوالا هذه شاركت معاكم الفكرة يعني بتاع الشامية اون كوب هكايا، وهكايا كملت معاكم الوصفة. ان شاء الله كان عجبتكم كيما العادة حطوا لي جيم بارتاجي ابونيفو على شين زيادة، وكان عندكم اي سؤال اسألوني ونجاوبكم في لي كومنتير avec un grand plaisir. ونقول لكم ميلا شهية طيبة et à très très bientôt. باي.